حكاية كده عن فجوة ضخمة بتقسم عالمنا الصناعي نصين. هي حكاية قارتين اتنين، آسيا وأوروبا، وثرواتهم المعدنية اللي بترسم ملامح القوة في العالم دلوقتي. يا ترى إزاي وصلنا للفرق المهول ده؟ وده السؤال المحوري اللي احنا هنا عشان نجاوب عليه سوا. الإجابة بتاعته بتكشف لنا أسرار كتير، أسرار عن الجغرافيا والتاريخ، وكمان عن مستقبل الصناعة رايح على فين. شوفوا، الفجوة دي مش مجرد فرق بسيط في الأرقام، لا، دي هو سحيقة. حجم إنتاج آسيا الضخم بيخلي إنتاج أوروبا جنبه يبان قليل قوي، والفرق ده بالظبط هو اللي هنحاول نفهم أسبابه النهاردة. طيب، عشان نحل اللغز ده لازم نبتدي نجمع الأدلة بتاعتنا. وأول دليل هنبدأ بيه هو الخمس معادن الأساسية اللي هم حرفياً العمود الفقري لأي صناعة في العالم. وهنا بنبدأ نلاحظ نمط واضح جدا. في آسيا هنلاقي إن الصين هي اللاعب الرئيسي والمسيطر على إنتاج الحديد والنحاس، وفي أوروبا روسيا هي اللي واخدة الصدارة، ودول المعدنين اللي العالم الحديث كله اتبنى عليهم. بس هنا بقى بتظهر مفارقة غريبة شوية، وتحديداً في حالة الصين. بالرغم من إنها أكبر منتج للحديد في العالم، إلا إنها في نفس الوقت أكبر مستورد ليه. وده بيورينا أن حجم الإنتاج لوحده مش كل حاجة. لما يكون الطلب الداخلي ضخم بالشكل ده، الإنتاج مهما كان كبير ممكن ما يكفيش. ولما بنكمل في باقي المعادن الأساسية، بنلاقي لاعبين جداد بيخشوا على الخط. في آسيا بتظهر الهند وتركيا وإندونيسيا، وفي أوروبا بنلاقي فنلندا وأوكرانيا بينضموا لروسيا في قائمة الكبار. المشهد بيكبر. أهمية المعادن دي بتزيد يوم بعد يوم. يعني المنجنيز والنيكل ما بقوش بس للصناعات التقليدية، لا، دول بقوا مكونات أساسية في بطاريات العربيات الكهرباء. والنيكل كمان لا غنى عنه في محركات الطيارات النفاثة. دي مش مجرد معادن عادية، دي بقت وقود تكنولوجيا المستقبل. وده بيوصلنا لنقطة مهمة جدا. لما معدن بيبقى نادر ومهم زي النيكل والطلب عليه من كل حتة في العالم ضخم جدا، هنا بقى بيتحول لأصل استراتيجي، والدول كلها بتتخانق عليه. وهنا بيظهر مصطلح مهم لازم نعرفه: المواد الخام الحرجة. ببساطة كده، دي مواد مهمة جدا للاقتصاد، نادرة، والإمدادات بتاعتها مش مضمونة، وهي أساسية في صناعات المستقبل زي الطاقة النظيفة. وعشان كده تأمينها بيبقى أولوية قصوى لأي دولة. دلوقتي خلينا نسيب المعادن التقيلة ورا ظهرنا. المجموعة التانية من الأدلة بتاعتنا هتاخدنا لعالم تاني خالص، عالم التكنولوجيا الفائقة. هنتكلم عن المعادن الخفيفة، أو زي ما بنسميها أبطال العصر الجديد. أول بطل معانا في الفئة دي هو التيتانيوم. ده المعدن اللي بتتصنع منه هياكل الطيارات والصواريخ والأجهزة الطبية الدقيقة جدا. ومش بس كده، لحتى دخل في صناعة بعض الموبايلات الحديثة زي الآيفون 15. طيب، إيه اللي مخلي التيتانيوم مميز قوي كده؟ الحقيقة هو بيجمع بين 3 خصائص عبقرية: وزنه خفيف جدا، وفي نفس الوقت الصلب وقوي بشكل لا يصدق، وكمان مقاوم للصدأ والتآكل. المعادلة الصعبة دي بتخليه مثالي لأي تطبيق محتاج أداء خرافي. البطل التاني اللي معانا هو البوكسايت، وده الخام الأساسي اللي بنطلع منه الألومنيوم. فلو التيتانيوم هو بتاع التطبيقات المعقدة والفائقة التطور، فالبوكسايت هو أساس صناعة الألومنيوم اللي بنستخدمه في كل حاجة في حياتنا تقريباً. الأرقام هنا بتورينا قد إيه آسيا مسيطرة. القارة دي لوحدها بتنتج خمس إجمالي التيتانيوم والبوكسايت في العالم كله. دي نسبة ضخمة جدا طبعا. وهنا بقى بنوصل لدليل مهم جدا في اللغز بتاعنا. اكتشفوا إن تكوين البوكسايت مرتبط بشكل أساسي بالمناخ المداري الحار والرطب. وبما إن معظم أوروبا بتقع في المنطقة المناخية المعتدلة، فده بيفسر لنا ببساطة ليه إنتاجها من البوكسايت قليل جدا. يعني الجغرافيا ليها الكلمة العليا هنا. وأخيراً بنوصل لآخر فئة من الأدلة، ويمكن تكون الأكثر حساسية من الناحية الاستراتيجية. بنتكلم هنا عن الوقود النووي اللي بيمثله معدن واحد بس: اليورانيوم. الأرقام هنا مش محتاجة أي تعليق. آسيا بقيادة كازاخستان بتنتج أكتر من نص اليورانيوم في العالم كله. في المقابل حصة قارة أوروبا بالكامل لا تتجاوز 6%. فجوة هائلة في معدن بيعتبر عصب الطاقة النووية في العالم. دلوقتي بعد ما جمعنا كل الأدلة دي، جه الوقت اللي نركب فيه الصورة كاملة ونكشف عن الحل النهائي للغز اللي بدأنا بيه حلقتنا: ليه آسيا بتسيطر على إنتاج المعادن في العالم؟ الحل الكامل بيتلخص في 4 أسباب رئيسية. أولاً، مساحة آسيا الشاسعة بطبيعة الحال بتزود احتمالية وجود الموارد.
ثانياً، النشاط التكتوني العالي في القارة، وده بيخلق ظروف مثالية لتكون المعادن. ثالثاً، التنوع الجيولوجي الهائل. وأخيراً، وده سبب تاريخي مهم جداً، استنزاف موارد أوروبا على مدى قرون طويلة. السبب الرابع ده محتاج وقفة. أوروبا كانت مهد الثورة الصناعية من نص القرن ال18. ده معناه إنها بقالها أكتر من قرنين بتستخرج المعادن من أراضيها بشكل مكثف جدا، والنتيجة الطبيعية مع مرور الزمن إن كتير من مخزوناتها اللي كان سهل الوصول ليها تم استنزافها خلاص. إذن الفجوة المعدنية دي مش مجرد أرقام بنقراها على ورق، هي في الحقيقة بتطرح سؤال مصيري للمستقبل. مع انتقال مركز الثقل المعدني ده من الغرب للشرق، يا ترى خريطة القوة الصناعية والاقتصادية في العالم هيتعاد رسمها إزاي؟ ده سؤال مفتوح، وإجابته هتحدد شكل القرن اللي احنا عايشين فيه.